اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنفرز العصير كده زي ما انتوا شايفين، الاستفندي والجزر. شايفين الشكل واللون؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة من غير مواد حافظة، من غير ألوان صناعية. حاجة كده سهلة وسريعة هتعملها في البيت، وكمان مغذية ومفيدة. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. طبعا احنا داخلين على رمضان، والاسعار الجزر والاستفندي والبرتقال اسعارها حلوة، ممكن تجيبوا بقى وتبتدي تفرزي العصير كده. انا عاملاه خام، انت طبعا بتخزنيه في الفريزر، وبتطلعي بقى بتزودي مية على حسب ما انت عايزة. ما بياخدش معاكي ثواني، وحاجة بتكون جاهزة معاكي في البيت. كمان ممكن تعملي منه مهلبية زي قمر الدين. انا معايا هنا حوالي 2 كيلو من الاستفندي، غسلهم كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كيلو ونص من الجزر مقشراه وغسلاه كويس كده زي ما انت شايف. هقطع الجزر كده مكعبات، وهنزل عليه بكوبايتين من السكر. طبعا السكر على حسب ما انت عايزة، ممكن تكتري في الكمية او تقللي حسب رغبتك انت. نزلت كده بكوبايتين من السكر، هنزل عليهم كمان بكوبايتين من المية. هقلبه كده كويس واحطه على النار يستوي. طبعا وهو بيستوي بينزل كده، بيطلع على الوش حاجة كده بيضة، زي الريف، بتشيليه. في الخطوة دي ممكن تعصري نص ليمونة لو انت حابة، بس هو طبعا الاستفندي مزز، مش محتاج ان انت تعصري حاجة، هي خطوة اختيارية. طبعا جبت العصارة كده زي ما انت شايفة، وانت ممكن تعمليه في الخلاط، بس العصارة احسن، ما بتزوديش مية، بتاخد المية اللي بتنزل من الاستفندي بس، عشان احنا عايزين استفندي، عايزين عصير خام. شلت القشرة كده زي ما انت شايفة وهعصرها. طبعا انا بعصره في العصارة ولسه هصفيه تاني، عشان لو في بذر، في حاجات رفيعة كده من القشر بتنزل، فانت بتصفي تاني. طبعا زي ما قلتلك الاستفندي طري، ما بياخدش معاكي وقت، وكله مية، غير البرتقال كمان. شايفين؟ في ثانية. اعمل معاكم كمان واحدة. طبعا الحاجات اللي بتطلع كده مع القشر الاستفندي، انت ممكن تخزنيها كده في الفريزر، بتغسلي بها الفراخ، بتغسلي السمك. طبعا ريحة الاستفندي عايزة اقولك اقوى كمان من الليمون، بتشيلك اي زفارة. يعني القشر والحاجات اللي طلعت دي انا مش هرميها، هشيلها في كيس كده في الفريزر، لما تيجي تغسلي فراخ، تغسلي اي حاجة، بتشيل منها الزفارة. هكمل كل الكمية كده. ده عصير 2 من الاستفندي. طبعا انا معايا الجزر، هو شرب المية، كوبايتين المية اللي انا كنت حطاهم، وبعد ما نزلته من على النار زودته بكوباية مية ساقعة، عشان هنضربه في الخلاط. ما تضربيش حاجة سخنة في الخلاط. حطيت نص الكمية كده وهضربها في الخلاط. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة، وحاجة جميلة ونضيفة عاملاها في البيت. طبعا هو في السكر وفي كل حاجة، يعني مش هتحتاجي ان انت تزودي مية بس. نزلت بنص الكمية التاني اللي باقي معايا،
وهاضربه كمان كويس. خلاص هو كده ضربته كويس لحد ما ناعم معايا، هبتدي بقى اصفيه. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفة تقيل ازاي وجميل. طبعا انت لو حابة تزودي الكمية بتزودي، انا عاملة الكمية قليلة. انت لو حابة تضعفي الكمية بتعملي بقى بتضعفي الكمية على حسب ما انت عايزة. هتصفيه كده زي ما انت شايفة. هنزل بقى بالعصير الاستفند اللي انا عصرته، هو طلع معايا مج كبير كده زي ما انت شايفة. وكمان حوالي نص كوباية كمان. هبتدي كده اصفيهم كده الاتنين مع بعض. طبعا هو بينزل فيه قشر كده رفيع او حاجات كده رفيعة من الاستفند، فلازم تصفيه. كده صفيناه كويس. طبعا انت لو عندك علبة او حافظة كده عايزة تخزني فيها بتخزني فيها، وبتاخدي كده بالمعلقة على كوباية العصير اللي انت هتعملي فيها. عايزة تخزني في اكياس تخزني، دي حاجة ترجع لك انت. انا خزنته في اكياس، اكياس تخزين. هقلبه كده كويس. شايفين تقيل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. وفي السكر يعني متكامل. طبعا العصير ده مغذي ومفيد، وكمان لنزلات البرد وللأنيميا. شايفين عمل معايا كمية حلوة بعد ما عبيته في اكياس طلع معايا حوالي 5 اكياس. طبعا انا مكترة، انت عايزة تقللي في الكمية قللي براحتك. انت كده بتخرجي الكيس على شفشق المية او على الحاجة اللي انت هتعملي فيها العصير. وتعالي بقى نشوف كده مع بعض. معايا كاس هنا حطيت فيه تلج، مكعبات من التلج. هنزل بالعصير زي ما قلتلك، هو العصير خام. طعمه تحفة، بجد طعمه حلو قوي. ولا تشتري حاجات فيها ألوان، ولا تشتري، دي حاجات طبيعية بتعملها في البيت. زودت كده بشوية مية. شايفين حتى بعد ما زودته تقيل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. هقلبه كده، بجد حاجة روعة، طعمها تحفة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك، علشان بإذن الله يوصل لكم كل الفيديوهات.